قلعة اسمها الموت. كان في رجال أقوياء قائدهم بنى القلعة دي وعمل فيها أنهار من اللبن والعسل، وكان بيدي للرجالة حاجات تفقدهم الوعي ويوديهم على الجزء الفردوسي من القلعة. وأجمل الجواري اللي كان بيقول عليهم الحور العين كانوا بيبقوا معاهم، وكان بيقول للرجالة دول إنهم دلوقتي في الجنة، وبعد كده ينزلهم من المكان ده ويوديهم على المكان التدريب بتاعهم ويقول لهم إنكم لو سمعتوا كلامي ورحتوا للجانب الفدائي والعمليات الاغتيال هتشوفوا الجنة الحقيقية. دي الرواية اللي قال عليها ماركو باولو عن حسن الصباح. ده غير ان هو في حقيقة مهمة جدا بتقول ان الجماعة بتاعت الحشاشين كانت حاولت ان هي تقتل صلاح الدين الايوبي اكتر من مرة. في قصة انسان النهاردة بقى هنتعرف على قصة الحسن بن الصباح. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات احسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رايكم في الحلقه والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. علشان نحكي قصة ابن الصباح كويس جدا لازم نرجع لأحداث حصلت قبله. في مصر مثلا في عاصمتها جم الفاطميين الشيعة من عاصمتهم المهدية للقاهرة بعد ما استقلوا بمصر. اما بقى في بغداد كانت الدولة كانت ضعفت، فاستعانت بالجنود الأتراك اللي اسمهم السلاجقة، ومن هنا هم بقوا حماة الدولة العباسية السنية في مقابل الدولة الفاطمية الشيعية. وكان في صراع كبير جدا ما بين بغداد والقاهرة. بعيدا عن الصراع السياسي كان في صراع ديني وفكري. وهنا بقى يتولد طفل من أب وأم من أصل يمني هاجروا للعراق، وبعد كده يهاجروا على المدينة اللي اسمها قم، والأم تولد طفل هناك وتسميه الحسن، ويتربى في المدينة دي اللي هي كانت مركز الشيعية، وبالأخص الشيعية للفرقة الاثنى عشرية. كان أبوه مهتم بتعليمه، وكان الحسن ذكي جدا، وهاجروا مرة تانية على الراي في إيران، وهنا بقى علشان يتعلم أكتر وياخد بقى الفلسفة والرياضة وحاجات كتيرة قوي. بس المدينة دي كانت مركز للشيعية الإسماعيلية اللي هي كانت أساسا المذهب الرئيسي للدولة الفاطمية في القاهرة. وهو في سن 17 بقى قابل واحد من الدعاء الإسماعيليين، والحسن بقى كان زي عيلته من الفرقة الاثنى عشرية. بس الداعي الإسماعيلي ده هز كل الثوابت الإيمانية في الفرقة الاثنى عشرية لعند الحسن بن الصباح. وبعد كده بقى تعب الحسن، بس لما اتعالج خاف ان هو يموت على المذهب الاثنى عشري وتحول للإسماعيلية الشيعية، وراح بعد كده عند داعي اسمه أبي النجم السراج، وعرفه بقى هناك على كل حاجة اللي تخص المذهب الإسماعيلي الشيعي. ولو لاحظنا بقى ان هو عمال يتعلم على ايد واحد اسمه الداعي. في الأساس الحسن بن الصباح كان عنده فكرة الإمامة، فكرة جوهرية، فلازم علشان أتعلم أروح للإمام اللي معصوم من الخطأ واخد منه التعليم، لان اذا انا علمت نفسي او حاولت ان انا اعمل عقلي ده هيوديني لآراء مختلفة، وكل اختلاف او تباين مرفوض. فعلشان كده لازم يكون في امام اسلم له عقلي. بس اغلبية اللي راح لهم دلوقتي ما كانوش ائمة، لسه هنشوف بس لما يروح مصر. المهم بقى راح اشتغل عند السلطان ملك شاه اللي عينه الخليفة العباس امير المؤمنين، وكان عند ملك شاه ده واحد اسمه نظام الملك، وده كان الوزير بتاعه، وكان بيعامل الحسن كويس جدا. بس الحسن اتعين كداعي للإسماعيلية الشيعية الفاطمية، وكمان بدأ ان هو يدعو في مدينة الراي العاصمة من عواصم الحضارة الإسلامية وبالأخص السنية. فعلشان كده أمير الراي لما يعرف ان واحد من حاشية السلطان بيدعو للمذهب بتاع الدولة المعادية هيدي أمر بالقبض عليه. كان بيهرب على القاهرة، وصل هناك 3 أغسطس 1078، وقابل هناك بقى إمام المذهب الإسماعيلي ملك مصر المستنصر بالله، وكان سأله عن مين اللي هيكون بعدك الإمام. قال له نزار ابنه. مات المستنصر بعد ما جاب السني بدر الدين الجمالي علشان ينظم له مصر بعد المجاعة المستنصرية أو المعروفة بالشدة المستنصرية. وكان بدر الدين الجمالي شايف إن المستعلي ابن المستنصر هو المفروض اللي يبقى الملك بعد والده، لكن الحسن بفكرة الإمامة بتاعته شايف إن ده ضد كل حاجة، فعلشان كده هيطردوا بدر الدين الجمالي من مصر على المغرب العربي. بس السفينة اللي كانت هناك ضلت طريقها بسبب العواصف وراحت على الشام ومن هناك على العراق. راح بقى حسن الصباح على أصفهان وقعد يدعو هناك، وبعد كده قال إن هو لازم يحتمي ويكون ليه مركز. ففكر في شمال إيران عند الجبال وبالأخص في قلعة الموت
علشان أهل الجبال هناك عندهم طابع شيعي ومش بيحبوا السنة. ده غير إن الشمال وبالأخص عند قلعة الموت على الجبال محدش هيقدر إن هو يسيطر عليهم، لأن الطريق ده صعب جدا. وهنا بدأ بقى في التوسع بعد ما طرد صاحب القلعة منها واداله فلوس، وبدأ في إعادة فكرة الاغتيالات والفداء، وكان رجالته بيموتوا نفسهم وهم مصدقينه، وبيقتلوا وهم مصدقين إن هم هيخشوا الجنة. وقتلوا نظام الملك اللي كان على اسمه فكرة المدارس النظامية اللي نشأت، وكل الإصلاح والتقدم السلجوقي كان هو بسبب الوزير نظام الملك ومع الملك ملك شاه. كان الاغتيال ده 1092 في قرب مدينة نهاوند. ده غير إن هو جاب نزار من مصر علشان يكون هو الإمام في الموت، وبكده هيكون معاه تأييد ديني لأن هو معاه الإمام النزار. واستمر الوضع بيزيد، فأخذ أكتر من قلعة زي قلعة دكروك، زي قلعة شاهديز وغيرهم من القلع التانية، وحاول يسيطر على أصفهان. ولكن السلطان محمد السلجوقي حاول إن هو يموت الفكرة دي بس فشل، وحصل اغتيال لقاضي أصفهان، وعمل الحسن اغتيال لقاضي أصفهان أثناء صلاته في الجمعة. ده غير قاضي سنابور قتله هو كمان في عملية اغتيال. ولكن في 1121 يحرقوا جامع الأصفهاني الكبير اللي كان مركز للتيار السني. بعد كل ده كان الحسن مش بيخرج من الموت إلا مرة أو مرتين بالكتير جدا طول مدة 35 سنة اللي كان بيدعو فيهم إلى الفداء. وهو أساسا كان بيقعد كل الوقت ده في القلعة علشان يشتغل ويعمل كتب ومصنفات علشان يأيد فكره، ولكن كلها اتحرقت في هجوم المغول على القلعة، ويموت بعدها حوالي 1124 ميلاديا. من كتر جدلية الشخصية دي ماركو باولو قال القصة اللي حكيناها في المقدمة واللي كانت منتشرة عن قلعة الموت، ومستحيل أساسا أن القصة دي تكون حقيقية، لأن قلعة الموت أساسا كان جوها متلج إن يكون فيه أساسا نباتات وإن يكون أساسا يطلع لها المية. ده غير بقى إن اتعمل روايات كتيرة جدا ومسلسلات عن الشخصية دي، وهيتعمل مسلسل في رمضان ده بطولة كريم عبد العزيز. مستني بقى أراكم في الحلقات دي. وصحيح ما تنسوش هينزل برنامجين إن شاء الله في رمضان، برنامج اسمه صولات وجولات في مصر أم العجائب، وهينزل واحد تاني اسمه مصر أرض التجلي. ما تنسوش تتابعوهم. مع السلامة.